أهلا بيكم. النهاردة احنا مش جايين نحلل شخصية حد برانا، ولا جايين نشتكي من حد وجعنا. النهاردة احنا داخلين رحلة جوه نفسنا. عمرك سألت نفسك ليه أنا بخاف أقول لأ؟ ليه بحس بالذنب لو ارتحت شوية؟ ليه دايما بختار ناس توجعني؟ السر يا جماعة مش في حظك الوحش، السر في الطفل اللي جواك، اللي لسه بيعيط من مواقف حصلت من زمان. النهاردة هنتكلم عن عقد الطفولة اللي مأثرة على حياتنا واحنا كبار. جهز نفسك وركز في كل كلمة، لأن الفيديو ده ممكن يكون بداية التشافي ليك. خليك معايا في الآخر، لأني في نهاية الفيديو هقولك إزاي تصالح الطفل اللي جواك وتبدأ صفحة جديدة. أول عقدة معانا هي عقدة البنت المثالية. العقدة الأولى فخ المثالية، الطفل اللي كان لازم يكون الأول دايما. أول عقدة معانا هي عقدة البنت المثالية. دي البنت اللي وهي صغيرة أهلها ما كانوش بيمدحوها غير لما تجيب الدرجة النهائية، أو لما تنظف البيت كله، أو لو ما عملتش ولا غلطة. البنت دي كبرت وهي فاكرة إن قيمتها مرتبطة بشغلها وإنجازها. لو غلطت غلطة بسيطة في الشغل تنهار، لو حد انتقد أكل عملتها تحس إنها فاشلة. العقدة دي بتخليكي طول الوقت مشدودة وخايفة تغلطي، وبتحرمي نفسك من المتعة لأنك شايفة إنك تستحقي بس لما تكوني كاملة. والواقع بيقول إن مفيش حد كامل، انتي بشر ومن حقك تغلطي، ومن حقك تكوني مش توب في كل حاجة، وتفضلي برضو غالية ومحبوبة. العقدة التانية رعب الهجر، الطفل اللي خاف يتساب. تاني عقدة وهي من أصعب العقد هي خوف الهجر. البنت اللي وهي صغيرة شافت حد غالي عليها بيمشي فجأة، أو كان في إهمال عاطفي من الأب أو الأم. البنت دي كبرت وهي عندها رعب إن أي حد يحبها يمشي ويسيبها. فبتعمل إيه؟ يا إما تدخل في علاقات سامة وتتمسك بالشخص المؤذي بكل قوتها عشان بس ما يسيبهاش، أو إنها تكون هي اللي بتبعد الأول قبل ما الطرف التاني يلحق يمشي. العقدة دي بتخليكي ترضي الآخرين على حساب كرامتك وصحتك بس عشان تحسي بالأمان. لازم تفهمي إن أمانك جوه نفسك، مش في وجود حد تاني معاكي. العقدة التالتة عقدة المقارنة. لما يتقالك شفت ابن خالتك عمل ايه، شفتي بنت خالتك عملت ايه. دي بقى العقدة المصرية الأصيلة. الطفل اللي دايما كان بيتقاله بص فلان أشطر منك، بصي فلانة لبسها أحلى منك. لما كبرت بقت دايما عينها على غيرها، تفتح السوشيال ميديا تشوف صاحبتها اتخطبت تحس إنها ناقصة، تشوف واحدة سافرت تحس إن حياتها وحشة. العقدة دي بتسرق منك الرضا، بتخليكي دايما في سباق مع ناس انتي أصلا مش معاهم في نفس التراك. المقارنة دي سم بيقتل ثقتك في نفسك، والحل انك تعرفي ان كل واحد ليه توقيته الخاص ورحلته المختلفة. العقدة الرابعة كبت المشاعر. البنت المؤدبة ما تصرخش، والولد الكويس ما يعيطش. العقدة دي بتطلع لينا إنسان آلي. الطفل اللي كان ممنوع يعبر عن غضبه، وممنوع يعيط عشان العياط ضعف، وممنوع يقول أنا زعلان، بيكبر وهو مش عارف مشاعره إيه أصلا. تلاقي البنت دايما ساكتة، دايما مكتومة، وفجأة تنفجر في أتفه سبب، أو جسمها يبدأ يشتكي زي الصداع النصفي، القولون، ألم في الظهر. المشاعر المكتومة مش بتموت يا جماعة، دي بتدفن صحيا وبتطلع في شكل أمراض. لازم تتعلم إن مشاعرك صحة، وإن من حقك تزعل وتصرخ وتطلع اللي جواك. طيب بعد كل الوجع ده إيه الحل؟ أول خطوة هي الاعتراف، إنك تبص للطفل اللي جواك وتقول أنا آسف إني قسيت عليك، وأنا فاهم أنت بتعمل كده ليه. تاني خطوة افصل بين صوت أهلك وبين صوتك الحقيقي. مش كل كلمة اتقالت لك وانت عندك 5 سنين هي حقيقة. انت دلوقتي ناضج وبتقدر تعيد صياغة حياتك تاني. تالت خطوة حب نفسك بعيوبك. انت غالي لانك انت، مش عشان شاطر ولا عشان بتسمع الكلام. في النهاية رحلة التشافي طويلة بس تستاهل. قولي في التعليقات ايه اكتر عقدة من الاربعة دول حسيت انها قصتك انت، وايه الكلمة اللي كان نفسك تسمعها وانت صغير وما سمعتهاش. أنا سيلا، أشوفكم الفيديو الجاي بكل حب وهدوء. شكرا.